السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ريفيو جديد عن مكنسة او بالتحديد جهاز تنظيف السجاد. هتكلم عن منتج اسمه اراشيا. ده منتج معروف في السوق المصري ان هو منتج الماني. انا جبت المكنسة وبالفعل جربتها واستخدمتها فترة طويلة. متهيألي هي عندي بقى لها اكتر من سنتين تلاتة، ممكن اكتر، مش متذكرة. انا كنت جبت جهاز قبلها اسمه هوفر بلاتينيوم باور ماكس، واستخدمتها واتكلمت عنها بالتفصيل في فيديو قبل كده سابق على القناة عندي، اللي حابب ممكن يدخل يشوفه. اتكلمت عن مميزاتها وعن عيوبها. والنهاردة هنتكلم عن أرش بالتفصيل، وهتكلم كمان عن مقارنة بسيطة بينها وبين الهوفر الباور ماكس، علشان انا طبعا خدت التجربة وعارفة طبعا عيوب ومميزات الاتنين. وهتكلم عن المكانس اللي موجودة بشكل عام في السوق المصري، وهتكلم عن أفضلهم حاليا، وهتكلم عن العيوب اللي موجودة في كل المنتجات، مع اختلاف طبعا السعر والماتيريال والكلام ده كله. بس في عيوب مشتركة في معظم المكانس اللي بتتكلم عن غسيل السجاد. في طبعا مكانس طالعة دلوقتي بتشفط التراب وكمان بتغسل السجاد والانتريهات والحاجات دي. طيب المكنسة اللي معايا النهاردة أراشيا. هتكلم الأول عن ماركتها. الماركة اللي معايا دي اسمها أراشيا. مكتوبة على الجهاز من قدام الإصدار بتاعه. خلاص. الجهاز دوت ممكن يكون بقاله أكتر مثلا من 10 سنين موجود في مصر. الجهاز ده عبارة عن خزانين، خزان للمية وخزان المية اللي مش نظيفة. خزان المية النظيفة بيبقى في الأعلى، والخزان المية اللي مش نظيفة اللي هي المتسخة بتبقى في الأسفل. هتكلم عن طبعا ازاي هنشيلهم من مكانهم وهنملاهم ازاي، وعن كل تفصيلة تخص المكنسة. وهتكلم كمان عن المكان المخصص للانتريهات والسجاد، لان طبعا الغسيل بتاع السجاد بيبقى عن طريق الستاند اللي هو الواقف. تمام. وليه خرطوم بيركب فيه وليه سلك. خلاص. وفي خرطوم منفصل اللي انا ماسكاه حاليا ده بتاع الانتريه وبتاع المفروشات بشكل عام. الخرطوم ده سعته اسفة طوله حوالي 2 متر ونص. وبالنسبة لسلك المكنسة طوله حوالي 6 متر. طبعا بتمشي مسافة طويلة معايا. بالنسبة للمميزات والعيوب هنتكلم عنها، بس خليني أتكلم الأول عن تفاصيل المكنسة. وفي عيب ظهر كده، عيب صناعة أنا جبته بيها للأسف وما خدتش بالي منه غير بعد حوالي سنة ونص سنتين، لأن ما كنتش استخدمت الجزء الخاص بالمفروشات. فده ظهر لي عيب هتكلم برضو عنه. ده الخزان بيتفتح بكل سهولة بتاع المية. المفتاحين اللي هما المسمارين دول بتوع الستاند الطويل ده، عشان لو حبينا نفكه من مكانه. هو طبعا يفضل يعني ما نشيلهوش، لانه مش هيفيدنا في حاجه، لان كده كده الجهاز عموما ممكن ننضفه وهو في مكانه كل مره في ساعتها، بحيث ان ما يتكونش فيها ترسبات. انا بستخدم الخزان بتاع الميه، وبستخدم خزان الميه المتسخه، وبشيلهم في نفس اليوم وبغسلهم كويس جدا. لو في شعر او في رواسب او حاجه بصفيها قبل ما ارميهم في الحوض، وبرميهم في الباسكت. تمام. الخزان بتاع المية هنا تقريبا سعته حوالي لتر و600 ملي. وخزان المية المتسخة حوالي 2 متر و2 لتر و100 ملي باين. تمام. احنا لما بنملى المية في الخزان بتاع المية مش بنملاه لحد اخره، في علامة الماكس اللي بتبقى في شرطة من الجنب كده، بنملى المية لحدها. وفي نفس الوقت المية المتسخة ما برضو ما بتعديش كلمة ماكس خالص، علشان ما يحصلش طبعا ان الموتور يتحرق او يحصل فيه مشكله لا قدر الله. الفك بتاعها سهل جدا، فيه تكه كده سهله جدا في الاستخدام في التركيب. فالموضوع بسيط في التركيب وفي الفك، ما فيهوش اي مشكله خالص. المشكله اللي ممكن تقابلنا في تنظيف الفرشه. خلاص. برضو هنتكلم عن العيوب دي بالتفصيل لما اوصل للمرحله دي. ده الجزء اللي بينزل منه الميه عن طريق الحوض او الخرطوم، بتملي الخزان ده بالشكل دوت. ويفضل طبعا، دي حركه مش كتير بيعملوها، انا بملى الخزان ده ميه دافيه مايله للسخونيه. هو ممنوع، المفروض ان احنا نعمل كده، بس انت قبل ما بتنقلي المكنسه وتحطيها وتبتدي انت فاهمه تركبي السلك، وتكون الميه بقت فتره مش دافيه خلاص. فانا من الاول بحطها دافيه،
وبحط معاها السائل وما بنحطش اكتر من غطا. السائل اللي بيتحط اللي هو اللي متخصص لغسيل السجاد موجود في السوبر ماركتات العالية جدا، زي مثلا هايبر، كارفور، فتح الله ماركت. السوبر ماركتات العالية. السوبر ماركت العادي ما بيبيعش المنتج ده. خلاص. طيب في ناس بتحب تبدل المنتج ده وتحط مثلا اي حاجة سائلة جل. طبعا ده غلط جدا، لان اي حاجه من الحاجات دي بتعمل رغوه، والرغوه دي هتفضلي تسحبي منها الميه من الارض بالرغوه فتره طويله، وده هيعمل مشكله لو وصل للموتور، فهو من الاول ما ينفعش. طيب الجزء ده قبل بس ما اتخطاه، الجزء ده خاص بالقطعه بتاعه المفروشات والانتريهات والستاير، المفروض تدخل في الجزء ده. جيت اركبها، ودي المشكله اللي عيب صناعه اللي ظهر لي بعد حوالي سنه ونص مثلا. كنت استخدمتها للسجاد العادي وما كنتش استخدمت للكنب. الجزء دوت طلع ما بيركبش في الجزء المخصص ليه في المكنسه. جوزي حاول معاه لحد ما قدر يتوصل ان في جزئيه صغيره اللي كنت شاورت عليها، حط لها زي ماده سائله كده او مشحمه زي الشحم كده، زي الزبده، زي اي ماده يعني قابله للانزلاق شويه. حط لي جزء شحم ده وفضل يفتح في الجزء اللي جوه الخرطوم لحد ما قدر يوسعه شويه، ونزل في المكان ده والحمد لله اشتغلت. بس ده كان عيب صناعه، بس انا كان عدى حوالي سنة ونص، وكمان ما كانش فيها المشكلة دي ظاهرة، او ما استمرتش معايا، فما معلقتش عليها. خلاص. القطعة دي بتتفك بالطريقة دي برضو، بالضغط من الجنب كده. بشيل القطعة دي. القطعة دي مشكلتها برضو دي القطعة اللي احنا بننزل بنسحب منها المية. خلاص. وبتدخل لنا عن طريق السحب، فتوصل للخرطوم، والخرطوم يوصل للجزء الخزان اللي بيوصل فيه المية المتسخة. الجزء ده مشكلته في تنظيفه. زي ما احنا شايفين كده في مزانق. المزانق دي عشان نوصل لها ما بنوصلهاش بسهولة تحت الحوض خالص. لازم بحتة بقى سلكة رفيعة وجزء منديل رفيع، ونبتدي ندخل في المزانق ونسحبها. قصة طويلة، ودي كانت من ضمن عيوب المكنسة. العيب التاني الجزء كمان اللي معايا هنا في الفرشة، زي ما انتوا شايفين انا بنضفه اول باول. برضو بيتعلق فيه شوية فتل مكان السجاد في الارض والشعر. مهما بقى حاولت بالمسمار، حاولنا بالمبرد، بسكينة، بالمقص، بيبقى فيه شوية حاجات شوائب واتساخات عالقة فيه ما بتطلعش بسهولة. فبتخلي الفرشة لما بتيجي تستخدميها بقى بعد كده مرة واتنين وتلاتة، الجزء ده اتملى فراغاته، اتملت فتل، فالفرشة نفسها هتبقى مش بتوصل للسجادة. دي من ضمن برضو العيب اللي ظهر معايا في المكنسة. الجزء دوت بيتشال بسهولة عن طريق الضغط، بس انا عشان ماسكة الموبايل بايدي التانية، بتحطي ايدك تحت وفوق وتضغطي تكة كده فتتشال. بتاخديها على الحوض على قد ما تقدري بقى، وهي لسه ساعتها كده بناخد الحاجات اللي هي التفاصيل والمزانق دي على قد ما نقدر. انا بجيب مبرد صغير كده وبين السنون بتاعه الفرشه، وبفضل رايحه جايه رايحه جايه. ولو في حاجات شعر او اتساخات لازقه ببعضيها قوي، فبجيب المقص وبقصه، وهكذا. بس طبعا من فتره بدأت الشعر دوت يتسد زي ما احنا شايفين. القطعة دي على ما اعتقد بتتباع قطع غيار، موجودة على جوميا وامازون. القطعه دي في حاله انها تبوظ او تنعم او حاجه، فالقطعه دي موجوده. وكمان التوكيل بتاع رشا موجود في هنا ليها توكيل في مصر. فالقطعه دي على ما اعتقد، لكن انا لسه ما اشتريتهاش فما اعرفش سعرها كام. تتراوح سعر المكنسه حاليا واحنا في 2026 حوالي 11 ونص ل 13 في بعض الاماكن، بتختلف بقى من مكان لاخر، بس ده سعرها حاليا موجود. خلاص. انا لما اشتريتها ما اشتريتهاش جديده، انا اشتريتها يوزد. كان معايا زي ما قلت لكم هوفر بلاتينيوم باور ماكس، وقعدت معايا كام سنه وبعتها بصراحه. كانت بحالتها، انا استخدمتها مره او مرتين مش كتير، بس حسيت انها في التنظيف صعبه جدا. كان ليها مسامير تحت بتتفك بالمفك، مش عادي كده بتكه وهتشيليها، فكانت ليها حوار وفيلم يعني، فاستصعبتها لان انا بحب الحاجه تفضل نظيفه على طول. فموضوعها كان صعب جدا في الفك والتركيب، بس كانت قوة الموتور كانت قوية، وسعة الخزانات كانت زي برضو أرشيا كده، نفس السعة بتاعة الخزانات. طيب أنا هعرض لكم بس عشان وهرجع تاني للتفاصيل دي، بس قبل ما انسى الحاجات اللي تنفع
للمكنسه دي، وفي حاجات ما تنفعش. بمعنى ايه؟ ان في سجاد نوعيه معينه المكنسه الجهاز ده بيمشي عليه، فبينضفه بيرجعه جديد وبيقدر يوصل للاماكن المتسخه ويشفطها بكل سهوله، تقدر الفرشه تغسلها. طيب في اماكن تانية ما بتنفعش، وفي انواع سجاد تانية ما تنفعش. انا هتكلم على الهوفر باور ماكس اللي كانت معايا. كانت مشكلتها انها ما بتنفعش لبعض السجاد، وطبعا ده انا موضحاه في الفيديو، اللي حابب يدخل يشوف برضو بعض الانواع اللي كانت بتنفع لها والبعض اللي ما كانش ينفع لها. هنتكلم على قرشه دلوقتي. السجاده اللي انا واقفه عليها دلوقتي دي عباره عن بديل سجاد، مش سجاده خلاص، هي ناعمه جدا وخفيفه ورفيعه. بديل السجاد ناعم، فده ما فيهوش اي مجهود، فالمكنسه بتوصل ليه بكل سهوله وبتغسله وبترجعه جديد. النوع ده من الانتريه الخامة بتاعته فوطة تقريبا اسمها كده على ما أظن. الخامة بتاعتها ناعمة برضو مش خشنة، فالمكنسة الفرشة اللي هي الجزء العلوي بتاع الخرطوم بيمشي عليها. برضو الجزء دوت اللي هو القطيفة ده سهل ان انت تمشيها، بس مشكلته ان انت ما ينفعش جزئية واحدة بس اللي تعملي، يعني لو بقعتي جزء منه لازم تكملي بقية القطعة. ما ينفعش تعملي جزء بس وتسيبيه، لا لازم تكملي. هنا بالنسبة كمان للستاير الشيفون والستاير البلاك اوت، انا ما جربتش الموضوع ده، بس هو المفروض ان المنتج بيغسل الستاير وبيغسل المفروشات. المشكلة اللي بتقابلني حتى لما بستخدمه على الانتريه انها ما بينفعش جزء واحد، لازم الجزء كله تكمليه. فعشان تاخدي الستارة تاخدي جزء منها والباقي لأ، فممكن المية بعد ما تنشف عليها تعلم. فانا ما ضحيتش بالستاره وان انا اعمل فيها كده، فما جربتش بالنسبه للستاير هيمشي معاها الكلام ده ولا لا. بس نفس خامه الستاره كانت نفس خامه المفروشات اللي معمول منها الكوشن الكبيره دي، وما بقعتش. بس انا عملت الجزء كامل اللي هو الظهر مثلا اللي هو المربع كله كامل، ما بقعتش جزء وجزء لا. الميه ساعتها هتنشف عليها لانها ما بتبقاش ناشفه بنسبه 100%، هي بتبقى ناشفه بنسبه مثلا 70%، وانت بتفتحي المروحه عليها. طيب الخامه دي خامة اللي هو الشعر الفايبر الصناعي اللي بتبقى موجودة على دواسات، بتبقى موجودة على مفارش للانتريهات، مفارش للسفرة. الخامة دي شعراية طويلة جدا، المكنسة اصلا ما بتمشيش عليها خلاص، بتبقى تقيلة ما بتنضفهاش. انت ممكن تسحبي منها التراب بس بشكل سريع. الخرطوم الخاص طبعا بالانتريه. الخامات اللي انا بوريها لك دي كلها تنفع بالنسبة للخرطوم الصغير مش المكنسة الكبيرة. هتمشي عليها الخرطوم بترجع تشفط منها التراب وبتشفط، بس لازم المساحة كاملة. الشعر حتى الطويل بتسحب وكل حاجة، وبتسحب منه الاتساخ. بالنسبة للمكنسة السجاد اللي هي بديل السجاد دي مشيت عليها حلو جدا ورجعتها كويسة. دي ما فيهاش طبعا عالي وواطي وما فيهاش حفر وما فيهاش تفاصيل، فكان المكنسة بتمشي عليها كويس قوي، وكانت حتى سلسة في الحركة. طيب انا بديل السجاد ده انا بدلته الفتره اللي فاتت وكان مريحني، لكن السجاد في بعض منه نفع وفي ما نفعش. هنوصل للمرحله دي وهتكلم عنها برضو في الفيديو. قبل ما انسى برضو، انا هنا ده كرسي السفره نفس خامه الفوطه، هي طالعه تقريبا الفتره اللي فاتت دي موضه، فهي موجوده بشكل كتير وكبير في المفروشات، اذا كان الصالونات والانتريهات وبعض المفروشات والكوشن والكراسي السفره موجوده بشكل كبير. الخامة دي بتستحمل الاتساخ بشكل كبير، بس الفواتح منها غصب عننا حتى لو مفيش استخدام ليه بتلاقي بعض الأجزاء اصفرت، فانت محتاجة كل فترة تبتدي تغسلي الكرسي. ولو مش هتغسليه، وده يفضل يعني من وجهة نظري، لو هتجيبي ستريس ده بتاع المنظف بيتباع في مكان المنظفات، بتجيبيه وبتستخدمي الرغوة اللي بتطلع منه دي، وبتاخدي بحتة فوطة خفيفة او سكوتشة بتاعت اللي هي الاطباق الجزء السفنج دوت، وبتعملي منها الجزء ده كله. بس لازم الجزء كله، ما ينفعش برضو قطعة وقطعة لا، عشان لو نشفت هتنشف مبقع مكان الحرف بتاع البقع، فيفضل يعني نوع من التنظيف هناخدها كلها. فطبعا هي نجحت في القطعة دي. طيب ده نوع انتريه تاني مختلف، الخامة الفرو الناعم ده بتمشي عليه كويس جدا، يعني حلو، ما بتسيبش حتى لو خدتي جزئية بس واحدة مش بتسيب مكان في بقية القماشة، لان ده الفرو مش بيعلم فيه زي القماش العادي. الجزء دوت برضو نفس الخامة بتاعة الصالون والركنة، نفس خامة الانتريه. فالانتريه دوت برضو الكفر بتاعها اللي هو القماش بتاعها ده
اللي هو الفوطة اللي بيسموها الفوطة التقيلة. خلاص. طيب المزانق دي ما بنوصلش ليها خالص، يعني المكنسة الفرشة بتاعت الانتريه ما بتوصلش للمزانق دي، فلو هو انتريه او صالون فيه تفاصيل ومزانق فلا ما بتاخدهاش، فانت هتكمليها بفوطة. عندك فوطة او حتة قماشة في ايدك بتاخدي المزانق دي، لان المكنسة ما بتوصلهاش، ولما بتيجي تشفط المية ما بتشفطش المية كمان من المزانق دي، فبتلاقيها الانتريه مثلا ناشف بنسبة 80% والمزانق دي فيها مية وشاربة مية ومبلولة بشكل كبير. في جميع الأحوال انت لازم تشغلي المروحة عالية، لان انت مش هتاخدي الانتريه وتحطيه في الشمس فمش هتعرفي تعملي ده. في جميع الاحوال هنشغل المراوح ونخلي المراوح تروح وتيجي عليها، هتفضل مبلوله، وممكن مش زي ما بيقولوا ان ممكن نص ساعه او ساعه، لا ما فيش. الانتريه خد مني مثلا عملته بالليل والصبح كان نشف، وضغطت عليه مره واتنين وتلاته لحد ما طلعت منه الميه. طبعا انا غيرت الميه كذا مره، لان انت طبعا انت بترشي اول مره. موضوع الغسيل هتكلم عنه عملي في الفيديو، ممكن الجزء الاخير من الفيديو، بس انا حبيت اتكلم معاكم بس إيه القماشه اللي تنفع مع المكنسه بشكل عام، ايه انواع القماش وايه الانواع القماش اللي ما تنفعش معاه خالص. القماشه دي ده كفر انا كنت جايباه للانتريه، لان انا كنت غيرت الوان العفش بتاعتي، لان انا كانت الوان مختلفه شويه، لبنيات وكشمير، وكانت الوان مختلفه، وغيرت الالوان للكافيهات والبيجات والالوان اللي هي التانية. فانا كان ده الجزء الوحيد اللي عندي في الريسبشن مختلف، القطعه بتاعت الانتريه دي. فانا عشان طبعا ده جلد مقلوب، بالمناسبة هو يمشي على الجلد المقلوب حلو جدا. وكانت سهلة جدا، وما بتسيبش برضو لو في بقعة صغيرة وعايزة تعمليها ما بتعلمش حواليها داير ما يدور، لان الجلد المقلوب بطبيعته هو منقوش، فلو انت خدتي جزء منها فما بيعلمش حواليه، غير خامة القماشة الناعمة السادة وخصوصا القطيف لازم تاخديها كلها. طيب ده الفرو الناعم دوت ده حلو جدا برضو، ما بيعلمش. بالمكنسة اللي هي الخاصة بالانتريه والمفروشات جزء الخرطوم بيمشي عليها كويس. ده الجزء اللي اتكلمت عنه، الفرو الطويل كنظافة، اللي هو يرجع لونه مبيض. بس هي طبعا هتقابلك مشكلة ان المية لما بتنشف عليه بتخلي كل الفرو دوت لازق في بعضه، كل الالياف دي لازقه ببعضيها. طب الحل ايه علشان ترجع مفتوحه؟ بنجيب فرشه تكون سنونها واسعه، ولازم تسرحيها بعد ما بتستخدمي المكنسه. ولو مش المكنسه وهتغسلي يدوي حتى لازم تعمليها بعد ما بتعصري كويس، وما بتكونش طبعا بتستخدمي طبعا اريال باودر، لازم يكون جل. بتسرحي كويس وبتنطريها وبتسيبيه ينشف بيرجع زي الجديد. الخامه دي في اللي هي المكرميه والشغل اللي هو اللي في يدوي والكلام ده كله ما بينفعش طبعا، ده زي قماش وداخل في بعضه فبيبقى محتاج غسيل وعصر، مش هينفع بالمكنسه. خامه الظهر بتاعتها هي اللي تنفع، اللي هي الخامه القطيفه الناعمه. وبرده لازم القطعه على بعضيها، ما ينفعش جزء وجزء، لا ده ما ينفعش خالص. خلاص. ده بالنسبه لجزء كبير من القماشه اللي عندي. الجزء الفرو ده خلاص احنا اتكلمنا عنه، الفرو الناعم، القطيفة، الخامة اللي هي الشعر القصير ده تمام بالنسبة للمكنسة، وبالنسبة كمان للمكان الخاص بالانتريه. الخرطوم بتاع فيه فرشة صغيرة برضو هتكلم عنها وازاي بستخدمها. كل دوت تمام مفيش مشكلة. المزانق اللي ما بتوصلهاش احنا اتفقنا على دي، فيفضل الكوشن لما نيجي نستخدم التنظيف نغسلهم كلهم افضل في الغسالة بالطريقة اللي اتكلمنا عنها. دي كانت زي سجادة صغيرة في الأرض ظهرها جلد. مشكلتها في الغسيل مهما غسلها لازم الشعر كله بيلزق في بعضه، فطبعا مع المكنسة ما نتفتش ومفيش يعني خالص، ما بتمشي كمان بتقلي جامد عليها، فما كانش ينفع. حتى الغسيل اليدوي العادي ما بترجعش بطبيعتها ان الشعر منفصل، بالرغم ان انا اتكلمت على طريقة الغسيل ان احنا لازم نغسل الفرو والشعر بشكل عام والفتل بشكل عام بالجل السائل، بالصابون السائل بتاع الغسيل بشكل عام. خلاص. ولو هنستخدمه بنشطفه كويس جدا من المية عشان ما يبقاش ملزق في بعضه، ونسرحه بفرشة زي ما اتفقنا. دي حافظة اللي هي البديل السجاد برضو، اللي هو الظهر مش عارف بيسموه دوناتس تقريبا ولا دونتس، مش فاكره مش عارفه اسمه بالتحديد يعني. الخامة دي ناعمة جدا، فسهلة جدا للمكنسة انها تمشي عليها، فالجهاز بيمشي بكل سلاسة. هي ليها طبعا 4 عجلات من تحت لسهولة الحركة،
فبالنسبه لي ما فيش مشكله خالص في حركتها. هي مش تقيله، يعني كويسه بالنسبه كمان لما بتتملي ميه الحركه بتاعتها بتبقى كويسه، مش تقيله في الحركه. خلاص. بالنسبه للخامه دي اللي هي الدواسات اللي بتبقى موجوده في الحمام. فانا اسفه، دي 2 عجله، مش 4 عجلات، هي 2 عجله، والفرشه بتاعتها الاماميه بتمشي على الاتنين. العجله اللي ورا وانت بتتحكمي فيها ممكن تميليها لورا يعني. ده النوع بتاع الحمامات، موجود تقريبا في معظم الحمامات يعني. بيبقى في شعره قصير شويه. انا استخدمت المكنسه عليه فلقيتها بتغسله كويس، بالعكس كمان دي طلعته حلو وناشف، ما خدتش وقت في يعني زي السجاده العادي. ممكن علشان هي خوص او ان هي الخامه الظهر دي بتنشف بسهوله، فما خدتش وقت ورجعته مزهزه. طيب دي حافظة، مش بديل بقى سجاد، دي اسمها حافظة، ظهرها بيبقى بالشكل دوت، اللي هي بتبقى اصلا كمان سهلة انها تتطبق وتدخل الغسالة او تتحط في البانيو وتحطي عليها كلور او كلوركس الوان الجل بتاع الغسيل السجاد. طيب دي بقعة موجودة اهي في السجادة. طب انا لو قابلتني بقعة زي كده في السجاد بشكل عام بنعمل ايه؟ ما بنغسلش السجادة على طول. اولا انا بغرق السجادة كلها بالميه الدافيه اللي احنا اتفقنا عليها مع السائل. خلاص. مره واسيب السجاده حوالي مثلا تلت ساعه. خلاص. وارجع بقى اغسلها. طب البقعه دي لو هي بقعه قديمه وكاتشب مثلا او بن او حاجه، محتاجه في الاول تفركيها بكلور وتمسحيها في مكانها بحيث ان انت تبقى سهله معاكي. دي بالنسبه للبقع اللي موجوده لو بقعه قديمه. ولو سجاد ناعم مفهوش حفر وطلوع ونزول. دي سجادة اسمها كمبيوتر بتاعة المطبخ. السجادة دي سهلة جدا برضو في التنظيف، المكنسة بتمشي عليها كويس. ظهرها بيبقى اللي هو الظهر الكمبيوتر ده يعني، برضو معروفة النوع ده من السجاد. فالنوع ده من السجاد برضو في تنظيف بيبقى سهل جدا، بتمشي عليه المكنسة بسهولة، ما بيتقابلنيش فيها اي مشكلة خالص. الحاجات اللي ما فيهاش شعر او ما فيهاش كثافة عالية بتمشي عليها بسهولة واريحية جامدة جدا. ده نوع تاني خالص من السجاد. في حفر حاجات بسيطة بالليزر، يعني فيها صوف عالي وزي الكثافة اللي احنا شايفينها، هي مش كثافة عالية قوي بس في كثافة برضو. طبعا المكنسة ما بتقدرش تتغلغل بين الشعيرات فبترجعها زي الأول، ما بتوصلش لكده. كبيرها تنظف في السطح اللي هو الأفقي من السجادة فتبان انها نظيفة وشكلها كويس ومزهزه. عشان تحافظي على النظافة دي على قد ما تقدري انت ممكن تعملي الحركة دي مثلا مرة كل شهر، فالسطح ده هيفضل دايما كويس. طب عشان اخلي الشعر متباعد مش لازق في بعضه، اللي هو الخيوط دي مش لازقه ببعضيها، اعمل ايه؟ بالمقشه العاديه اللي فيها سنون خشنه، مش المقشه الناعمه بتاعه الكنس العاديه، لا، في مقشه مخصصه للسجاد كده بتبقى ناشفه قوي وخشنه قوي، بتعور كمان يعني لو مشيتي ايدك عليها جامد تعورك. المقشه دي حلوه في ايه؟ في انها بتلم الشعر اللي انت مش شايفاه على السجاده، وبتخلي الصوف ده متباعد. الشعر بتاع الشاج او السجاد العادي ده بتلاقي الشعرايه مش لازقه ببعضيها ومش ماسكه ببعضيها، طبعا ده بيحصل بسبب المشي على السجاد ومن الغسيل. طبعا مثلا ما شطفناش كويس قوي السجاده بميه كتير فلزقت الشعرايه ببعضها. طيب ده كفر بتاع اللي هي التطرية اللي بيبقى على المرتبة. الكفر دوت بتبقى سمكه زي ما احنا شايفين. انت برضو لو في بقعة بتاخديها، بس طبعا علمت لان الخامة بتاعت الكفر سادة وناعمة، القماشة ما فيهاش نقوشات، فطبعا بتبان حواليها داير ما يدور. لا اما في ساعتها كده بتستخدمي المية مرة او مرتين مية نضيفة بعد ما بنستخدم المسحوق بتاعنا، وبتحطي عليها المروحة علشان المروحة تخليها ناشفة بسرعة جدا ما توصلش انها تعمل بقع حواليها.
وده شكل المرتبه نفسها. طبعا مش معلم فيها لان انا باخدها كلها في نفس التوقيت وبسيب المروحه عليها، فمش بتعلم جزء في جزء. بس احنا لو عملناها لان طبعا المرتبه بيضه، لو عملتي جزء بس وسبتي الباقي للاسف بتعمل خط دايره حوالين البقعه، داير ما يدور. فيفضل تعمليها كلها مره واحده وتحطي عليها المروحه علشان تنشف وما نغرقهاش طبعا بالطريقه اللي احنا اتكلمنا فيها. ويفضل نعمل الميه نظيفه مرتين ثلاثه بحيث انها تنضف. طيب الموضوع ده على فكرة مرهق جدا. يعني انا من الناس اللي كانت حابة موضوع الجهاز بتاع غسيل السجاد، وكنت فاكرة الموضوع هيريحني وبتاع، بس هو الموضوع مرهق جدا كنظافة وكاستخدام بشكل دوري. فالموضوع انا من وجهة نظري مرهق وبركنها فترات طويلة. الشعر ده برضو عشان ما تعداش الخطوة دي، الشاج اللي هو الصوف العالي، القماشة اللي هي الخيط العالي قوي ده، الكثافة العالية، مش عارفة هي مش باينة قوي. ده ظهر السجادة. الكثافة دي السجادة ما مش الجهاز ما مشيش عليها اصلا. يعني هو ما مشيش عليها، مش فكرة بقى ان هو نضفها ولا ما نضفهاش، هو ما مشيش عليها. كانت بيقف وصوت الموتور بيعلى جدا، العجل مش عايز يروح ولا يمين ولا شمال، وخصوصا وانت رشه ميه الموضوع بيبقى اصعب بكتير. فالموضوع بالنسبه لي لما جربته خد مجهود مني مثلا حوالي اكتر من ساعه ونص علشان اشيل السجاده، اشيل الجهاز احركه على قطعه تانية من السجاده، جزء تاني من السجاده، لان انا اوريدي كنت بلتها. وكنت لان انا ببلها وهي مايله لورا على العجلتين، وبخلي الرشاش يرمي رايح جاي ميه خلاص. فانا بلتها، جيت مرحله بقى ان انا اغسلها واشفط الميه منها، مش عايزه بتروح معاكي بوضعيه معينه وباتجاه معين وبصعوبه جدا علشان نوصل للمرحله دي. فكان ارهاق لدراعك جامد جدا، والمجهود والوقت اللي انا اخدته فيها كان بالنسبه لي ان انا أو ابعت اصلا السجاده للمغسله افضل بكتير كوقت وكمجهود وكسعر. ما اعتقدش ان برضو انت حطيتي اصلا مسحوق اوريدي غالي، فانت ما هي فهتلاقي نفسك الموضوع. وطبعا ما رجعتش بقى زي ما انت شايفه كده الشعرات متباعده، لا خالص. الشعر كان لازق في بعضه برغم ان انا غيرت نوع بعد ما غسلتها الاول. وطبعا كنت نقعها شويه، غسلتها بعد كده غيرت الميه مرتين على قد ما قدرت. ان انا طبعا خدت معايا اكتر من ساعه ونص يعني، فموضوع كان كبير. وطبعا ما نشفتش بسهوله، شغلت عليها المراوح وكل حاجه بس ما نشفتش، خدت وقت. فالنوع اللي هو الصوف العالي او الشاج او الحاجات اللي هي كثافه عاليه دي للاسف ما بتنفعش عليها كل المكانس، مش المكنسه دي بس. يعني عشان بس نبقى متفقين، المكانس اللي تنفع عليها المكانس الكبيره بتاعه الدراي كلين، اللي هي الاماكن لغسيل السجاد والمنظفات والمفروشات والكلام ده، هم عندهم اجهزه كبيره جدا. يعني اكيد انتوا شفتوها في الفيديوهات، بتبقى اجهزه كلها ما فيهاش تدخل يدوي خالص في الموضوع. فالموضوع بالنسبه لهم بيبقى سهل ومريح، والجهاز هو اللي بيشتغل مش انت اللي بتشغلي الجهاز بايدك. خلاص ده نوع من الستاير برضو بلاك اوت. مشكلته ان انت حتى لو بقع بتجيبي قماشه وتعمليها فتلاقيها برضو بقعت. فهي دي للاسف دي برضو عيب في كل المكانس، ان انت النوع ده من الستاير، النوع الناعم، النوع اللي هو قماش ما فيهوش نقوشات الساده، بيحصل معاه المشكله دي ان انت لو ما خدتوهوش كله هيبقع. فدي حاجه عامه. ده كفر برضو بتاع مرتبة، اللي هو النوع اللي هو مش القماش العادي اللي هو الصوف باين. طبعا مع الغسيل اللي احنا اتكلمنا عنه، القطعة القماش دي كلها والصوف ده كله بيلزق في بعض، مهما عملنا ما بيرجعش تاني. فبرضو في الغسالة بالنسبة لي افضل بكتير من انه يتغسل بالمجهود اكبر اقصد يعني. فالحاجة اللي تنفع تدخل الغسالة افضل بكتير من ان انت تعملي مجهود بدراعك ان انت تنظفيها. طبعا حاجه زي الانتريهات صعب ان انت تدخليها الغساله او توديها دراي كلين او فاوكي ده احنا هناخدها بالجهاز ده. طيب ده بيج بان خلاص ومحشي جواه فايبر وفوم وحاجات كده. فده كان سهل لانه قماشه ناعمه لطيفه، فالموضوع سهل ولذيذ بالعكس. يعني الموضوع كان بالنسبه لي ما خدش مني وقت في مكانه، حتى الشلت اللي هي اللي بتبقى على المكان، فالموضوع تمام. طيب كمان في نجيله هنا صناعي، دي برضو للتنظيف. هي ما فيهاش طبعا غسيل اكتر من ان انت بترمي ميه بتشفطي بس التراب اللي موجود بين مجرد بس التراب، لكن مش غسيل. يعني هي خامه النجيله بتبقى معروفه ان هي مش قماش، فمش محتاجه طبعا الغسيل، بس بتخلي الشكل مزهزه اكتر، والاخضر بتاع النجيله واضح ومزهزه، وبتمشي طبعا بسهوله عليها ومفيش مشكله خالص. برضو محتاجه ان انت تنشفيها. للاسف الحاجات دي بتبقى عايزه
عايزه مكان فيه تهويه، وتسيبيها تنشف ممكن في يوم ولا حاجه، غير القماش كمان. فده بالنسبه لتقييمي برضو للنجيله، كانت حلو تمام. بالنسبه للمفروشات اللي هي الناعمه زي ما اتفقنا، تمام حلو مفيش مشكله. تعالي بقى هنا سريعا كده اقولك عن مميزات وعيوب هوفر بلاتينيوم باور ماكس واراشيا الالمانيه. دول النوعين اللي انا جبتهم بالفعل. النوع الاولاني اللي هو هوفر بلاتينيوم باور ماكس كان تقيل في الحركه، بس كان قوه الشفط بتاعه اقوى. المشكله اللي قابلتني في التنظيف بمسمارين من عند الفرش، والموضوع ده كان بالنسبه لي صعب جدا. مزانق المكنسه علشان تنضفيها محتاجه مجهود جبار جدا، الشعر بيتعلق في الفرشه وفي المزانق، وموضوعها صعب في التنظيف جدا. بالنسبه لاراشيا بالنسبه لي الموضوع كان اسهل في الحركه وكان اسهل في التنظيف، بس كان اصعب معايا في سوري الحركه. بالنسبه لهوفر بلاتينيوم كانت اتقل، في اراشيا كانت اسهل. بالنسبه للتنظيف قوه الشفط بتاعه اراشيا اضعف، ودي الحاجه اللي قابلتني مع اراشيا. بالنسبه لهوفر في موضوع قوه الشفط، بالنسبه لهوفر افضل بكتير، لاراشيا اضعف. بالنسبه للتنظيف اراشيا افضل. بالنسبه ل طول السلك الاتنين واحد. بالنسبه للخزان مساحته الداخليه الاتنين واحد. بالنسبه ل التقل او الحركه الاتنين كان بالنسبه لي واحد. التنظيف قلنا اراشيا كانت بالنسبه لي افضل. قوه الموتور كانت هوفر بالنسبه لي افضل. فالاتنين مقارنه لو هجيب دي او دي، ارجع هشتري هوفر تاني ولا اراشيا؟ اراشيا بالنسبه لي افضل في التنظيف، فدي بالنسبه لي اسهل. طب اعالج ازاي موضوع القوه، قوه الشفط تكون اسهل او اصعب، او ان انا استفاد بقوه الشفط؟ طب اعمل ايه؟ اخلي ايديا في السجاد مره كل شهر، بحيث ان ما يبقاش فيه اتساخ ولا بقع، فيخلي بالنسبه لي التنظيف اسهل. فهيبان النظافه كل شهر، غير لو انت سبتي السجاد شهرين 3 فمحتاجه قوه شفط اكبر. فانا عالجت دوت بان انا احاول على قد ما اقدر ان انا اكون متواجده بشكل دوري على السجاد، علشان يتغسل ويبقى شكله انضف طول الوقت وشكله مزهزه طول الوقت. طيب دي بالنسبه للموضوع المقارنه بين اراشيا وموضوع هوفر بلاتينيوم باور ماكس بالنسبه للجهاز نفسه. طب بالنسبه لموضوع الارضيات، الاتنين ما بيغسلوش ارضيات، الاتنين بيشفطوا الميه من الارض. يعني لو الارض وقعت عليها ميه وانت بتغسلي السجاد اوكي هيشفطها، لكن مش هيعمل حاجه اكتر من كده. ولو استخدمتي السجاده عليها تراب او عليها شعر، للاسف الاتربه والجهاز نفسه هيبقى مسدود ومش هيشتغل معاكي بقوه، والموتور مع الوقت هيبوظ. لازم تكنسي السجاده كويس قوي من الاتربه ومن الشعر قبل ما كمان تغسلي السجاد. ده بالنسبة للمقارنات. بالنسبة للسعر طبعا في فرق كبير جدا في السعر. الهوفر بلاتينيوم باور ماكس دلوقتي تعدي 23,000 جنيه او 22 حسب المكان اللي هتجيبيها. وبالنسبة لأراشيا جديدة زي ما قلنا من 11.5 ل 13 حسب المكان اللي هتجيبيه منها. ففي فرق تقريبا الضعف بالنسبة للمكنسة. فانت لو عايزة حاجة تمشي كويس وعملية وتديكي اللوك الحلو للمكان ويفضل دايما شكل المكان نظيف، فخليكي في اراشيا. معلش انا اسفه للاطاله، بس هو الموضوع بخبره الخمس سنين اللي فاتوا محتاجه اقول لكم عن التفاصيل وعن انواع كتيره. انا غيرت العفش وبدلت السجاد والحفاظات، فعملت انواع كتيره قوي من العفش والانواع الاقمشه. فاقدر اقول لكم يعني تفاصيل معروفه عن كل حاجه، بحيث ان انت برضو وانت بتشتري تبقي عارفه هتبقى مناسبه ليكي ولا لا. القطعه دي على فكره دي اهم طبعا قطعه في المكنسه كلها. القطعه دي اللي هي الخاص بالمفروشات بتاع الكنب وبتاع الستاير والكوشن والحاجات اللي هي التنظيف الصغيره، ودي سهله كمان في الحركه. انت بتثبتي المكنسه بتاعتك الكبيره الجهاز على الارض وبتاخدي القطعه دي تستخدميها بس طبعا في مجهود. بس طبعا موضوع الانتريهات ده بتبقى مره كل كام شهر، فما بيبقاش مجهود كبير. الموضوع بياخد منك ساعه ونص ساعتين، بس بيبقى فيه نظافه رهيبه جدا للانتريه، فكانك لسه جايباه.
فكانت ناجحة معايا. فالقطعة دي مهمة جدا 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 للجهاز، ودي اهم من غسيل السجاد كمان. القطعة دي زي ما فهمتكم انها مهمة جدا، فلو اتكسرت لا قدر الله، انا معرفش ليها بديل على جوميا او على النت بشكل عام ولا لا، او ما جربتش اسأل، فبصراحة برضو معرفش. هي القطعة دي مهمة جدا للانتريهات، ودي تقريبا اهم قطعة. طيب تعالوا اتكلم معاكم بقى بصراحة. لو انا مثلا ما كنتش جبت المكنسة، الموضوع ده كان في دماغي وحسيت ان هي هتريحني وان هي مش هتخليني اودي السجاد للمغسلة، والموضوع بالنسبة لي هيبقى سريع، والموضوع بالنسبة لي دايما الشقة هتبقى رايقة وشكلها كيوت وشكلها نظيف، ومش هحتاج ان انا اودي السجاد للغسيل. طيب بعد المرور بقى الوقت الطويل ده، اقدر اقول لكم كده من المستقبل ان انت لو لسه عايزه تفكري تاخدي الخطوه، فهي الخطوه محتاجه نشاط طول الوقت. بمعنى ان مش هينفع تبقي كسلانه او ان انت مش قادره او جسمانيا مش قادره، فمحتاجه كل شهر يبقى بنفس النشاط، ان انت تمري على السجاد كله تاخديه بنفس الطريقه. فالموضوع محتاج منك ان احنا نملى الخزانات ونفضي الخزانات، والشعر اللي موجود ننضفه، لان مش هينفع طبعا تستخدمي اكتر مثلا من سجادتين والمكان فيه شعر او بتاع، لازم ننضف بشكل عام. هتلاقي الموضوع ده عملتيه اوكي اول شهرين ثلاثة وكنت مبسوطة وفرحانة، بعد كده الموضوع بالنسبة لك طب ما انا اودي المغسلة، فهتلاقي نفسك مش قادرة خلاص. فممكن توديها المغسلة مرة مثلا كل 3 4 شهور، تودي المغسلة لو الدنيا بتبوظ بسرعة، لو في اطفال وحاجات كتيرة بتقع في الارض او كده، فهتلاقي نفسك يعني عملتيها مرة في الشهر 3 4 شهور هتودي وهكذا. طب فما ملهاش لازمة من البداية. فماني ده اللي بتكلم فيه. فلو انت مش هتبقى ايدك فيها بشكل مستمر وبشكل شهري، ما تجيبهاش. انا جبتها وممكن اقعد مثلا بالست شهور ما بستخدمهاش. ممكن يكون علشان الاطفال عندي كبروا شوية، ممكن اكون عشان لما بتقع حاجة في ساعتها بجري مسحها وانضفها في لحظتها، بكسل اطلع المكنسة واروح املى المية وافضي المية وانضفها، فبقول لا طب انا هاخدها في السريع. لو بقيت كاتشب، بن، اكل، لبن، عصير، اي حاجه اكل وقع، فتلاقيني بسرعه بسرعه قمت نضفتها في ساعتها، فبديش فرصه ان انا اخلي بقع علشان اجي بعد كده احاول انضفها. فده يخليني افكر طب انا جبتها ليه وركنتها ليه. فدي الفكره. لو انت ايدك فيها بشكل مستمر وكل شهر مش هتبطلي، تمام هاتيها. لو مش هتقدري وهتكسلي وهتنضفي اول باول بنفسك، فلا بلاش منها. طبعا الخرطوم بتاعها 2.5 متر زي ما قلنا، وده بيخلي فيه سهولة في الحركة للمكنسة، وخصوصا لو الكنب يعني بعيد شوية عن بعضه او حاجة. تمام. الفكرة برضو في الموضوع الخرطوم ده ان انتي علشان خاطر ما يتقطعش منك لازم تشدي المكنسة من اليد من فوق مش من الخرطوم، لان لو حصل لا قدر الله قطع فيه او تسريب، الخرطوم كله للاسف هيتغير ومش هينفع. فانت بتمشي الجهاز نفسه كله بالراحه من العصايه من فوق، مش تشدي من الخرطوم علشان ما يتقطعش. هي الميزه طبعا في الخرطوم هنا ان هو طويل وبياخد معاكي مساحه كبيره. طبعا انا ما عملتش هنا الشلت يدويا، انا خدت الشلت
منفصله لانها عندي الشلت بتاعه الكنب. طبعا انا جبت كان عندي ركنه القديمه بتاعتي، انا صورت طبعا الفيديو ليها من حوالي سنه ممكن. الشلت بتاعه الركنه دي، اولا كانت الركنه هي لونها فاتح، بس كانت جلد مقلوب فما كانتش بتبقع، يعني لو انا خدت جزء منها ما كانش بيبقى، خدت المساحه كلها كانت هيبقى بالنسبه لي افضل عشان تبقى مزهزهه كلها في نفس التوقيت. فانا هوريكم فيديو عملي للكنبه دي. خلاص هي كانت من فتره، فكانت بالنسبه لي في سهوله. الشلته نفسها كانت منفصله عن الكنبه، غير الركنه اللي معايا حاليا لا دي لازقه ببعضيها كده، الجديد طالع كله كده خلاص. فبالنسبه لك ان انت صعب تفكي حاجه فيها عشان تغسليها، فبتغسليها في مكانها كلها مره واحده. وانت لو انت لسه بتجيبي عفشه او حاجه، خليكي في الالوان الغوامق او البيجات الغامق او البنيات الفاتح، ابعدي عن الالوان البيج بقى والاوف وايت والابيض والحاجات دي، لانها صعبه جدا في التنظيف وبتبقى حتى لو ايدك فيها بشكل مستمر دايما بتبقى. فلازم تاخدي المكان كله، الانتريه كله او الركنه كلها. فانا الركنه اللي هتكلم عنها او اللي انا يعني نظفتها في الفيديو دي كانت شلت منفصله بسوسته. بفك السفنج بطلعه بره الشلته، والكفر نفسه باخده بغسله في الغساله بالطريقه العاديه بتاعتنا. ويفضل طبعا مش بالاريال الاوتوماتيك، اللي هو الاريال البودر الجل بيبقى افضل في الحاجات دي، عشان دايما شعرايه القطيفه والفرو والكلام ده ما تبقى دايما بنفس المظهر اللي جبتيها بيها اول مره. فخليكي احسن في الحاجات السائله مش البودر. أه هتكلم عن التفاصيل دي كلها وهوريكم سجاد عملي في الغسيل. انا طبعا كان عندي سجاد مختلف، بس السجاد اللي صورته في سجاد طبعا انا ما صورتوش للاسف وانا بغسله زي الشعر الطويل، ده ما صورتهوش، بس لما غسلته كان ارهقني جامد جدا 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 وخد اكتر برضو من ساعة ونص. السجاد اللي هو الحافظات قلنا، والسجاد الناعم اللي مفهوش حفر وعالي وواطي ابعدوا تماما. وانتوا حتى بتشتروا السجاد بتاعكوا على السجاد اللي فيه بروز عالي وواطي وفيه حفر، ده كارثة، ده صعب جدا في التنظيف ولازم توديه مكنسة. والمزانق بقى بتاعته طبعا بيقع فيها فتافيت بواقي اكل او بواقي اتربه فحتى لازم المكنسه بتاعتك تشيلي منها الجزء وانت بتشفطي منها التراب. المكنسه العاديه بتشيلي الجزء اللي هو الطويل، العصايه الطويله، وتبقي الخرطوم القصير، وتجيبي بقى توطي تروحي تجيبي المزانق في السجاد في الحفر. انا كان عندي سجاد، لو رجعتوا برضو للفيديو بتاع الهوفر بلاتينيوم باور ماكس هتلاقي كان فيه سجاد فيه حفر، وانا طبعا حذرت من استخدامه في المغسله لانه مش بينضف، ولو نضف هينضف الجزء البارز منه العالي، الجزء الحفر ما بينضفش وما بيوصلوش المكنسه. وفي الكنس العادي كمان ما بتوصلوش المكنسه غير لو انت شلتي الجزء بتاع الخرطوم. هو شكلا بيبقى شيك، شكلا بيبقى حلو قوي في المكان، عمليا بيحتاج تنظيف بشكل خاص شويه. محتاج ان السجاده اصلا تتشال تتقلب على وشها، تتنفض، اتنين قدام بعض يكونوا ماسكينها ينفضوها كويس عشان المزانق دي كلها تنزل التراب وبواقي الاكل والحاجات اللي هي الرواسب اللي بتبقى موجوده. فللاسف انا اتكلمت عن الانواع دي من السجاد فنبعد عنها تماما لو احنا اللي هننظف السجاد بنفسنا في البيت. لو هنوديه المغسله خلاص احنا اتفقنا ان المغسله عندها اجهزه كبيره جدا، واجهزه الشعر بتاعها والفرش بتاعتها بتبقى طويله جدا وناشفه جدا وحاده جدا، فبتوصل لادق التفاصيل. انا السجاده الشعر اللي انا خدت فيها ساعه ونص او اكتر من كده كمان في البيت وديتها المغسله. انا كان عندي منهم سجاد كتير، للاسف النوع ده كنت فرشت بيه الشقه كلها، فكان سجاد كتيره جدا. فكان بالنسبه لي لو عملت ده وهاخد في كل سجاده ساعه ونص ساعتين، فالموضوع بالنسبه لي كمان وجع لي كتافي، فبالنسبه لحد عنده مشاكل كمان في عظمه فالموضوع بالنسبه له مش مريح خالص. فانا اضطريت ان انا اوديهم المكنسه لمغسله. المغسله رجعتهم لي حرفيا كاني لسه شاريهم، الشعر مش لازق في بعضه تماما. معرفش هو استخدم ايه، اكيد بيستخدم طبعا منظفات معروفة للسجاد اللي هو الشاج او الشعر الطويل. الشعرية مش لازقة ببعضيها خالص، طبعا بيرموا عليها مية كتير بقى، كلها اجهزة مش يدوي، اجهزة كهربائية، فما بيبقاش فيه لود ومجهود على الجهاز، فبيشتغل مرة واتنين، نزل مية مرة واتنين وتلاتة لحد ما بيخرج منه الصابون تماما، فالشعرية بترجع بطبيعتها مش لازقة ببعضيها.
فانا بنصح ان اللي عنده النوع ده ما يستخدمش المكانس اللي هي الغسيل السجاد اللي في البيت، يودي طبعا غسالات اللي هي لتنظيف السجاد، ده افضل بكتير. كمان المكنسة بتاعتي جيت اجربها على السجاد اللي هو مش بقى اللي فيه عالي وواطي وفي حفر، في سجاد كده بيبقى معمول شغل ليزر، وفي نفس الوقت الشعرة بتاعته في اجزاء منها شعرة طويلة وشعر قصير، فهتلاقي انت عندك مشكلة، القصير ده نضف معاكي في السجادة، والطويل مش قوي وملزق. فبرضو الانواع دي من السجاد بتلاقي نفسك مش عارفه تعملي فيها ايه، فبرضو بالنسبه لك نوع السجاده تبعدي عنه تماما. لكن السجاد اللي كثافته قصيره وفي ليزر وفي ارتفاع بسيط واقل من ملي ولا 2 ملي، ده تمام معاكي. لكن الحاجات اللي هنبقى شعرها بقى كثافتها سنتي واكتر من كده، ولا فالموضوع بيبقى لود وصعب جدا عليكي. طيب انا بعد فترة كمان من مراجعات اليوتيوب واليوتيوبر اللي موجودين، كان في حد من الشيفات انا بحبه وبثق في رأيه جدا، كانت الشيف سارة. كانت اتكلمت عن مكنسة اسمها بيسيل، بتتكلم ان فيها جزء تنظيف ذاتي. وطبعا ده كان بالنسبة لنا يعني حاجة مبهرة جدا، وحاجة طبعا يعني هتخليكي كمان التنظيف الجهاز نفسه ما تتعبيش فيه. فالجهاز ده انا شفته، شكرت فيه جدا، قالت ان هو غسيل سجاد وكمان مكنسة للارضيات وكمان تنظيف ذاتي، اللي هو فيه قطعة معينة بتبقى في الارض راكبه فيها في الفيشه في الكهرباء. القطعه دي بعد ما بتخلصي انت بالمكنسه بتاعتك العاديه بتلفي على سجادك وارضياتك. طبعا اتكلمت ان هي بتغسل الباركيه، بتمسح الباركيه. يعني طبعا ميزه للارضيات الباركيه، احنا عارفين ان هو ليه طريقه معينه جدا في التنظيف علشان يفضل بلمعته وبشكله. فالموضوع كان يعني انا قلت اقول برضو الريفيو بتاعها كان انا بثق فيها جدا وحاسه ان انا مصدقاها. بس انا كنت خلاص برضو اشتريت الاراشيا وخايفه كمان اخد التجربه ان انا مثلا ابيع الاراشيا، او ان انا اجيب ال المنتجات التانية وتطلع مش كويسة. انا بثق في رأيها وكل حاجة، بس هي الفكرة خايفة يكون المشكلة فيا ان انا اجيب الحاجة وما استخدمهاش وارجع اندم ان انا جبتها. بس لما راجعت الريفيوهات بتاعتها لقيت ان سعرها مناسب جدا للناس اللي برضو بتفكر تشتري. فاحنا ممكن ندخل ونشوف الاول. هي تقريبا اسمها اسيل حاجه كده، يعني مش متذكره برضو الاسم بتاعها قوي. بتتكلم عنها كويس، في منها كمان اصدارات مختلفه، يعني في اصدارات الخزان بتاعها اكبر، الفرش بتاعتها عدد الفرش اكتر، مساحه الفرش كمان في التركيب وفي التنظيف اسهل. موضوع الجهاز ان انت بتحطي فيه المكنسه في الجهاز ده يغسل الفرش يدوي. الفرش كمان بتاعتها مش في شعر بس، عندها فرش زي الرول بتاع الدهانات،
يعني في من ضمن مكونات القطعة من الاسفل فيها رول زي الرول بتاع الدهانات، بتتغسل برضو وبتطلع نظيفة. وفي رول كمان بتاع الفرشة نفسه فيه سنون طويلة شوية. فهي لما جابتها في الفيديو بتاعها وكانت بتتنضف طلعت فعلا الرول ده نضيف، مفهوش شعر، مفهوش فتل رواسب، مفهوش اي حاجة. بالعكس الجهاز كان فيه فلتر خلى الاتربة والوبر والشعر والحاجات دي كلها والرواسب والكلام دي كلها اتحجبت عن المية. فالفلتر ده بيتشال لوحده، ترمي الجزء الخاص بالفلتر ده في الباسكت، والمية اللي مش نضيفة بترميها في الحوض. هو بس ايه اللي بيتلم فيه ده كله بعد الغسيل كمان اليدوي، الغسيل سوري الاوتوماتيك للمكنسة، هو الجزء الوحيد اللي بيفضل مش نضيف هو بس الدورق الخاص بالمية اللي مش نضيفة، اللي هو تقريبا هيبقى حوالي لتر ونص او 2 لتر بالكتير. ده الجزء الوحيد، وبيبقى منفصل فيه زي فلتر بالداخل ان انت تفصلي ده عن ده. النوع ده من السجاد خلاص انا بليته كله وسبته 10 دقايق ورجعت غسلته. طبعا ما نشفش بسهولة وقعد فترة طويلة طول الليل بالمروحة لحد ما نشف. زي ما احنا شايفين كده طبعا في حفر بسيط وفي بروز بسيطة، كان بالنسبة لي تمام ونطفت. واللي ساعدني كمان ان لون السجادة دي كان جري فاتح وجري غامق، فمفيش بقع ظهرت فيها ولا اتساخات كتير. السجادة ما خدتش 10 دقايق ربع ساعة. السجادة ما كانتش كبيرة، هي أصغر من 2 في 2 يعني في 1.60 متر. استخدمت لها 2 دورق مية. ما بينفعش أزيد عن علامة الماكس الموجودة، ما ينفعش نزود عن كده. طبعا المية برضو المتسخة لازم اخد الدورق اللي فيه المية المتسخة اغسله كويس وانضفه وارجعه تاني. السجادة ما خدتش مني مجهود زي السجاد اللي هو الشعر. هنا السجادة كانت نشفت تاني يوم بعد ما شغلت عليها المروحة، نطفت طبعا بشكل كبير قوي 90%، فرجعت مزهزهة. الموضوع ده لو اتعمل كل شهر زي ما قلتلكوا السجاد هيفضل برونق وهيفضل مزهزه، ومش هتحتاجي توديه المكنسة للمغسلة في اي توقيت، طول ما انتي ايدك في السجاد اول باول. لو مكسلين او الموضوع بالنسبة لنا اول بقع عليها نجري نغسلها وننضفها والكلام ده كله ملهاش لازمة. الجهاز بتاع غسيل السجاد النوع ده بقى ده نوع بديل سجاد برضو كان قديم، يعني الفيديو ده اصلا انا صورته من ممكن من سنتين ولا حاجة، واحتفظت بيه مع يعني كل ما بشوف سجادة جديدة او نوع مختلف من الحفاظات او نوع مختلف من بديل السجاد او كده بصوره، بحيث ان انا لما اجي اخد برضو انت يعني كذا بقى فكرة عن بعض السجاد اقدر اعمل فيديو متكامل اقول فيه الانواع اللي كانت فعلا تحفة، وكانت الانواع لا اللي ما بيبانش فيه نظافه. دي كانت حافظه سجاده اللي هي البديل اللي ظهرها برضو دونات زي اللي موجوده حاليا عندي البيج اللي وريتها لكم في اول الفيديو. ده كان قديم، كنت ببدلهم مع السجاد بتاعي العادي. خلاص السجاد للاسف انا برضو غسلته وما ما جبتوش في الفيديو. سجاد برضو كانت كثافه الفرو بتاعته اللي هو الصوف الناعم وكثافته كانت
معقولة وكان بينضف، بس برضو درجاتي في الرماديات والتركوازات فما كانش يعني محتاج مجهود في التنظيف قوي. التنظيف في الفاتح بيبقى صعب جدا. هنا الحافظة برضو زي ما احنا شايفين اللي هي فيها فواتح كتير، كان فيها بقع بسيطة خلاص. البقع دي في منها طلع وفي منها ما طلعش، عشان اكون صريحة معاكم. البقع اللي ما طلعتش انا بعد كده جبت شوية كلور ونضفتها مكانها بفرشة ونطفت. ممكن يكون عشان السجاد اللي بقولك عليه ده فاتح قوي، القطعة مثلا اللي كان بان عليها البقعة كانت فاتحة قوي، فدي خدت مجهود. كانت ممكن اعملها قبل ما اغسلها، يعني ابص على السجادة كلها او الحافظة كلها او بديل السجاد كله واشوف ايه الاماكن اللي فيها البقعة. ممكن تكون بقعة كانت عنيدة، بقعة كانت زيت ما خدناش بالنا منها، بقعة حاجة كان فيها زيت اصلا زي مثلا اكل معين او بتاع وما خدناش بالنا منها فنشفت. فالموضوع بالنسبه لي بيبقى محتاج مجهود اكبر، فنبص عليها وناخدها بكلور الاول ونغسلها وبعد كده نغسل بقيه السجاده عادي. زي ما اتكلمت ان المسمارين دول انا طبعا انا كنت مصوره فيديو ساعه غسيل السجاد، فكنت بشرح برضو في الفيديو ان المسمارين دول افكهم ازاي وان انا اغير تفاصيل الميه ازاي والكلام ده كله ازاي. طبعا كنت جايبه كمان في التصوير القديم بس للاسف الفيديوهات اتمسحت ازاي بشيل الشعر ده. انا خدت المكنسه كلها دخلتها الحمام. القطعة دي قعدت اسحب الاول الشعر والرواسب والفتل والوبر اللي موجود في المكنسة، نضفته كله. القطعة دي خدتها طبعا خدت مني مجهود، القطعة دي في مزانق ولفة عشان نوصل المزانق دي كلها، والشعر اللي بيبقى محبوس في المزانق دي كلها محتاجة سلكة رفيعة نرفع بيها بمنديل، نفضل طالعين نازلين في المزانق لحد ما نجيب الشعر والرواسب والوساخة وننزل بيها تاني. اكتر حتة مرهقة في التنظيف. لكن الفرش ما خدتش وقت زي القطعة اللي هي الشفافة دي، هي قطعة من البلاستيك. طبعا قطعة مهمة جدا، فالكلام ده كله للأسف معرفش ليه قطع غيار ولا لا، او ما سألتش على الموضوع ده، فبحاول قد ما اقدر احافظ عليه. القطعة دي اللي هي بتتشال بحط فيها القطعة بتاعت الجزء الخاص بالانتريه. الجزء ده كان فيه مشكلة اللي انا وضحتها لكم دي، اللي هي انا بوضحها هنا للأسف. كنت برضو ايه بقول ان في عيب صناعي، يعني واحنا بنشتري ناخد بالنا يا جماعة ان القطعة دي نركبها، لان وارد ان ما بيجيش في دماغنا في ساعتها ان القطعه دي احنا هنستخدمها، لكن القطعه دي في منها حاجات ما بتركبش على بعضيها، بتبقى عايز عيب صناعه. فمن الاول وانت في المكان ما تاخدهاش بقى. يعني انا ربنا استرها معايا والقطعه دي قدرت ان انا ادخلها وان يبقى لها حل. ممكن تكون من الركنه كانت البلاستيك مثلا حصل له انقماش تمدد، انا مش عارفه، يعني انا مش لاقيه سبب علمي غير انه هي كانت عيب صناعه. بس ربنا سترها بحته الشحم اللي قلت لكم عليها وان انا حاولت اوسع في الفتحه بتاعه القطعه دي والحمد لله وسعت وباتت في مكانها. هي في التصوير دلوقتي واضح جدا انها مش عايزه تنزل، حاولت معاها كتير ما نزلتش. فانا بنصحك اوعي تحاولي اكتر من كده، لان انت لو كسرتيها يبقى القطعه دي كلها للاسف ما بقاش ليها لازمه. ودي حاجه مهمه جدا وخصوصا لغسيل الانتريهات والمفروشات، قطعه مهمه جدا لا غنى عنها للي بتشتري اصلا الجهاز ده. الزرار دوت هو اللي مسؤول عن الجزء اللي بيخرج منه المية. انا هبين جزء عملي على الركنة.
بنضغط الضغطة بتنزل المية. لما بتنزل المية بتقوم انت يدويا بتحريك الفرشة فوق وتحت، على قد ما تقدري يمين شمال، بحيث ان انت الجزء ده يدعك. انت لما بتعملي الحركة دي هي بتنزل، خلاص انت دوستي نزلتي مية مثلا اكسترا ولا حاجة، شوية بترجعي الفرشة لورا فتسحبي المية. الحركة دي بتخلي المية تطلع منها. طبعا بتعملي الموضوع دوت مرة ترش مية وتسيبيه 10 دقايق وترجعي تغسليها، وبعد كده تغيري المية مرتين وتشطفي علشان الركنة او الانتريه يطلع جديد. الحركة دي اهو احنا بنسحب فيها الصابون الزيادة، وتولعي المروحة عليها وتسيبيها لمدة 8-9 ساعات وهيرجع جديد. انا كده اكون قدرت اوضح لكم كل حاجه بالفيديو ده، واسفه جدا على الاطاله، بس يعني موضوع المكنسه ده خد مني وقت كبير، وسالوني كتير عن موضوع المكنسه وايه الموجود كويس، وبعد استخدامك فتره طويله ترشحها لنا ولا لا، فحبيت اقول بالفيديو دوت كل حاجه تخص المكنسه. لو لقيت المحتوى بتاعي محتوى مفيد ما تنسونيش من لايك وشير للفيديو لو عجبكم عشان يوصل لناس كتير، ولو انت جديده في قناتي يا ريت ما تنسيش سبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وان شاء الله اشوفك بفيديو جديد على الف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.